برضو النهاردة هقولك على أكتر أوردر كان بيطلب مني لما كنت عاملة مشروع الكاترينج بتاعي. هي كفتة الفراخ. وإيه السبب اللي كان دايما يخليهم يطلبوها مني كتير؟ النهاردة هعرفك على السر اللي بيخليها طرية وبتمط، ويخليكي تطلبيها وتجيبيها وتعمليها في البيت، وتبقى بالنسبة لك أحلى كمان مليون مرة من الكفتة اللحمة المشوية، كفتة الحادي. والله النهاردة هتغيري فكرتك تماما عن كفتة الفراخ. تعالوا كده بس نسمي الله ونصلي على رسول الله، وهقول لكم ايه السر بالظبط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انت شايفة جمالها؟ بس لازم تجربي الطريقة. تعالوا النهاردة يلا هقولك على السر حالا دلوقتي. طيب أول حاجة كفتة الفراخ. بصوا بقى، أنا معايا كده كيلو من صدور الفراخ على وراك، وده أول حاجة في الكفتة علشان تخلي الكفتة طرية وبتمط مني وبتمط معاكي قصدي. تمام. ومعانا بصلايه، لا هنحط فلفل ولا توم ولا اي حاجه. طب تعالوا كده بقى هنقسم الكميه. انا هعمل النهارده نص الكميه بس، يعني نص كيلو، مش هعمل كيلو. بس انا دايما كده اجيب كميه وبشيل مثلا الباقي المره تانية. تمام. زي ما اتفقنا معانا صدور على ايه وراك نص بالنص. طب ايه ده كمان؟ قطعة دهن او قطعة ليا اللي موجودة عندك. كلنا بيبقى عندنا قطعة كده من الدهون بتاعة اللحمة دي، ضروري جدا. طيب مسكنا كده البصلاية وقطعناها في الكبة وفرمناها. هنبتدي ناخد قطعة من الليا دي او الدهن وهنفرمه مع البصل. الباقي بقى سيبنا حتة كده هقول لكم هنستخدمها في ايه. تمام. بصوا بقى، والله والله هتنسي اي كفتة في الدنيا انت عملتيها. جربي بقى. عاوزة اقولك ان انا من ضمن الناس اللي كنا بنعملها غلط. كنا بنحط كفتة الفراخ صدور بس، وده اكبر غلط يا جماعة. الكفتة بتبقى ناشفة وناس كتير مش بتحبها، منهم انا ما كنتش بحبها. لكن ان انت تحطي عليها وراك طبعا اللي هي مخليه، اللي هي الشيش يعني، هاتيها كده من عند بتاع الفراخ وقطعي الاتنين مع بعض. كده احنا فرمنا البصل، بنبتدي نفرم الفراخ مع بعض. عرفنا اول سر ايه؟ حتة دهن مع الصدور ووراك مع بعض. طب تالت حاجة وممنوع منعا باتا وكنا بنعملها غلط كتير، الفلفل اللي احنا كنا بنحطه، الفلفل الاحمر والاخضر، ونحط توم. بتديني حاجة وصفة تمام بس مش كفتة. طب تعالوا بس خلونا في المكونات الأول ونكمل. حطينا بقى ملح وفلفل، حطينا بابريكا مدخنة وفيها حبة لون كده أحمر، حطينا حبة من بهارات الكفتة، حطينا بيكنج باودر نص معلقة صغيرة، حطينا ايه تاني زي ما قلنا كده، ملح فلفل، بابريكا، بهارات الكفتة، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. جبنا صينية كده وحاطين فيها نقطة زيت زي ما انتوا شايفين، يا دوب بس مسحنا الصينية كده بالفرش، مش عاوزين زيت كتير لان هقول لكم هنستخدم ايه دلوقتي. شايفين قطعة الدهن اللي انا قلت لكم هنسيبها شوية، خدنا منها حتة والباقي قطعناه قطع صغيرة وبنحطه في الصينية كده. بصي بقى، انا عاوزاكي تجربي الكفتة المرة دي وقولي لي رأيك، بالله عليكي هستنى رأيك. بس ان شاء الله بإذن الله لو عجبتك ما تنسينيش بدعوة من قلبك، لان ان شاء الله مش هتبطلي تعمليها. طب تعالوا بقى كده، فرمنا الكفتة وحطينا عليها البهارات زي ما قلنا ممنوع منعا باتا ان احنا نحط فلفل، كنا بنحط، وانا واحدة من الناس كنت بحط، لكن انسي بقى، جربوا بقى الطريقة دي. تمام. وهنجيب قطعة كده معانا بقى السيخ بتاع الكفتة ده، بنصب عليه او اي شوكة اي معلقة عندك، وبنبتدي ان احنا ايه نصبعها. بص عاوزة اقولك حاجة، شايفة الكفتة الاول متماسكة على السيخ ازاي؟ احنا معانا حبة زيت بندهنها في ايدينا قبل ما بنصبع الكفتة. بصوا متماسكة، عمرها ما تقع من على السيخ ولا اي حاجة. بصي ممكن اللي انت كمان تاخديها كده وبعد ما تشكليها على السيخ تقومي مجزعاها كده بالسيخ اهو بالشكل ده. تمام. يا سلام بقى لو انت بتشوي الكفتة دي على الفحم زيها زي الكفتة المشوية، كفتة اللحمة يعني، يا سلام. انسي الكفتة دي يا جماعة بعد ما بتستوي سواء في الصينية سواء على الفحم، هتحسيها ان هي مطاطي كده بتمط معاكي زي السفنجة كده. مش هتلاقيها بقى ناشفة زي زمان زي ما كنا بنعملها بالصدور بس.
انسي بقى موضوع الصدور ده لوحده، وحطي زي ما قلت لك اللي احنا عملناه النهارده. طب حطيتها كده على النار وغطيتها بصينيه نار هاديه، علشان بقى ايه الدهون اللي فيها دي تسلي كده. وكمان انا حاطه الكفته على بعضها، ما تخافيش مش هتلزق، هوريكي دلوقتي. تمام. تعالوا بقى هنا نشوي حبة خضار كده، فلفل على بصل، فلفل ألوان. حطيت بس نقطتين زيت علشان ايه يدينا لون حلو كده، ونحطهم في الاير فراير. تقدري لو ما عندكيش اير فراير حطيها في قلب الفرن. تمام. نشوي فلفل كده مع بصل بيبقى طعمه حلو. بصوا بقى، اولا الدهون بدأت تسلي ازاي، مع نسبة من المية بتنزل من الفراخ، نسبة بسيطة قوي. وبعد كده ابتدي بصي اهو، كنا حاطينهم على بعض. بصي بقى، ولا لزقت ولا اي حاجة. ابتدي قلبيها كده، ووسعي بقى الفراخ كده عن بعضها. احنا في الاول بس مجرد ان هي تتمسك، يعني انت ما تقلبهاش الا لما تحسي ان لون الفراخ غير كده وبدأت تستوي وتمسك في بعضها، تمسك. تمام. بعد كده قلبيها بقى. بصي بقى، ما تخليهاش ان هي تتحرق منك، بس اهم حاجة غطي الصينية ونار هادية. جربيها بقى بالطريقة دي وما تنسينيش فعلا بدعوة. ان شاء الله بإذن الله هتعتمد الطريقة دي على طول. معانا بقى فحماية كده، وهنبتدي ندخن الفراخ بتاعتنا علشان تحسي ان انت شويها على الفحم. والله يا جماعة، والله أنا ما كنت بحب كفتة الفراخ، مش هكذب عليكم. بس بعد ما بدأنا بقى ان احنا نحط معاها الوراك، يبقى صدور ووراك، ونحط قطعة اللية دي او دهن، اي دهن من دهن اللحوم، ونعملها بالطريقة دي وبدون فلفل وبدون توم. انسي بقى جمالها، هتختاريها اصلا عن كفتة اللحمة المشوية. بصوا بقى جمالها، ولا لزقت بقى. بصي حاجة كده بتمط. ما تنسيش ان الكفتة دي يا جماعة اقتصادية عن كفتة اللحمة كتير. اللحمة دلوقتي علشان تشتري كيلو الكفتة جايز ب700 وب750 جنيه. هتشتريها وتعمليها في البيت، كيلو اللحمة بقى ب400، وفي أماكن كمان بيبقى أغلى من كده. لكن كفتة الفراخ برضو تعتبر يعني من الحاجات الحنينة شوية. كمان بالنسبة ان في ناس اصلا ممنوعة من اللحوم، يعني اللي عندهم نسبة نقرس، اللي عندهم في مشكلة في الكلى. ربنا يشفي كل مرضانا يا رب العالمين. بصي بقى شكل الكفتة عامل ازاي، طرية ولمعة كده ومطاطي، وانت بتاكليها كده تحسي ان انت بتاكلي كفتة طرية مش ناشفة زي الاول. اوعي تحطي تاني فلفل زي ما كنا بنعمل، خلاص انسي بقى. تمام. اللي ام فلفل دي ممكن تبقى وصفة فراخ، وصفة اقتصادية ان احنا بنزود الفراخ وبنحط لها فلفل، تمام. لكن الطريقة دي اطعم والذ بكتير. وادي بقى الفلفل معانا خلاص اتشوى، وحطينا عليه حبة ملح. وجبة لذيذة قوي. بصي بنص كيلو من الصدور الفراخ، ما شاء الله تكفي. صدور يعني الفراخ والوراك، ها، علشان ما ننساش. وجبة تكفي أسرتك، لذيذة قوي، طعمها خطير، جربوها بجد مش هتبطلوا تعملوها. بصي بقى، بصي مطاطي وجميل ازاي. الله بجد على الجمال، الله اقسم بالله تحفة، ومش بقسم كذب. جربيها بكرة ان شاء الله على الغدا. يا رب الفيديو يكون عجبك. لو عجبك ما تنسيش تحطي لي لايك، اعملي لي متابعة، واشتراك على قناتي على اليوتيوب مطبخ سويرجاد، وان شاء الله الوصفة تعجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلام. باي باي.